بيكم متابعين قناه مزايا. معاكم ابو كنز في حلقه جديده. النهارده احنا عند مصطفى فرنسا في جسر السويس في محله، لسه ما رحناش المزرعه، احنا جينا المحل بس النهارده هنتفرج على المحل والحاجات اللي عنده في المحل باسعارها. وعملت الانترو مع كابوس اهو. كابوس ذكر مالينو للجواز خاص بمصطفى فرنسا في مكانه في جسر السويس. ذكر الحمد لله جدع وفاهم، الله اكبر عليه. خليكم معانا هنفرجكم على الدنيا هنا فيها ايه واسعارها بقى والدنيا. يلا بينا. خدوا مصطفى. مكملين معاكم يا جماعه قناه مزايا، معاكم ابو كنزي. احنا النهارده في جسر السويس عند حبيب قلبي صاحب الجدع، عند مصطفى فرنسا في محله في افريكانو في جسر السويس. هنعرف من مصطفى كل حاجه وهنفهم منه ونسلم عليه الاول. حبيبي يا درش عامل ايه؟ منور الدنيا كلها ومنور شارع جمال عبد الناصر وجسر السويس كلها. حبيبي ربنا يبارك فيك يا كبير. حبيبي يا كبير. احنا هنا المكان شارع متفرع من جسر السويس، شارع جمال عبد الناصر. شارع جمال عبد الناصر قدام ابو مازن بتاع الكشري. تمام. قدام بن السفير. تمام. انت مصطفى انا عايز اسال سؤال بس. احنا الاول عارفين ان احنا اصحاب في الغيه من زمان وانت غاوي كلاب. المحل ده والحاجات دي انا اتفاجئت بيها. المحل مثلا الفكره دي يعني مثلا بقى لها 6 سنين. تمام. طبعا انت عارف انا بحب الكلاب وده حاجه انا اتربيت عليها. ايوه. اصلا الحيوانات انا دي حاجه في دمي ما شاء الله. فبرضه كنت بروح اشتري وبروح وبقى عارف ناس بتوع تجار، فجت برضه الفكره من هنا. دخلت انا وواحد صاحبي وفتحنا محل الاول صغير كده على قدنا ما شاء الله. وبعدين بقى برضه قلت ايه احاول لازم وبعدين قلت برضه لازم ايه الواحد يطور بقى. لقيت برضه الموضوع الحمد لله طبعا بحكم خبره الواحد في الحيوانات والكلام ده. تمام. فالواحد برضه عارف يفيد الناس الحمد لله. ما شاء الله. بقى انواع اكل كويسه. ايه الانواع مثلا لا ما تاكلش ده للقط بتاعك، ده للكلب بتاعك كويس، ده ناقصه فيتامين ايه، ده لين العظام بيبقى ناقصه ايه. في حاجات الناس كتير فاتحه محلات زي كده وما تعرفش يعني ايه الكلب تعبان، ما يعرفش يعني ايه اقوم كلب من بارفو. ايوه هو الموضوع بيزنس بالنسبه له، هو مش بالظبط كده. انما انا اصلا ممكن الاقي حد رمى قطه في الشارع انا ما اقدرش اسيبها. تعرف تعالجها؟ ما اقدرش. وتعرف تعالجها، تفهم تعالجها. طبعا. وخلي بالك في ناس كتير في المنطقه هنا بيجوا لي ناس كويسه جدا. واحد لقى كلب بلدي مثلا مسموم، لقى كل الكلام ده برضو لو حد مش فاهم اكيد مش هيعرف يفيده. ايوه صح. تمام. احنا يا جماعه احنا طبعا اكيد انتوا عارفين ان الطبيعي بتاعنا لو بنصور في محلات ما بنعملش لقاء اصلا. بيبقى الموضوع احنا بنتعرف على صاحب المحل وبنعرفكم على المحل بصاحب المحل بكل حاجه موجوده جوه المحل بس بدون لقاء. بس انا اللي خلاني احب اعمل لقاء مع مصطفى ان انا عايز افهم منه. هو راجل كان غاوي فاتفاجئت بان هو ايه، لا انا عامل محل ابو كنزي ونقعد مع بعض ونصور وبتاع. قلت له يا باشا انا على راسي. فانا كلمته وقلت له مصطفى عايزك اصور معاك في المحل. انا اتفاجئت بشكل المحل في الصور على الفيسبوك بتاع صفحته. قال لي يا باشا تنور الدنيا محلك ودنيتك، فيعني يا باشا على راسي والله. ربنا يخليك حبيبي. فانا حبيت اعمل لقاء قدامكم كده دقيقتين ثلاثه مش هنطول عليكم. وخصوصا كمان ان هو بيقول لي ان هو اصلا عنده مزرعه، يعني هو المزرعه بعيد عن هنا، يعني هو الموضوع بعيد عن المحل اصلا، ان في مزرعه اصلا. قريب ان شاء الله نروح برضه لو حابب. ان شاء الله على خير. ان شاء الله برضه حاجات كويسه وشكل كويس من التدريب اللي يعجبك يعني. ما شاء الله. الله يعني بفضل الله بنعرف نسيطر على الكلب حتى لو الكلب عندي كلب عنده عدوانيه بنعرف نسيطر عليه. بنشوف ايه اكتر السلالات اللي الناس يعني مستعصي على الموضوع فيها وبفضل الله بحب اخش فيها يعني. احنا عرفنا منك كمان ان انت بتقول ان الدكر بتاعك اسمه كابوس. صح كده؟ عنده قد ايه؟ عنده 2 وشهرين بالظبط. ما شاء الله. ده دكر مارينو يا جماعه عنده 2 وشهرين اسمه كابوس. ده كلب شخصي بتاع مصطفى. اتفاجئت بيه بيقول لي انا عندي دكر مالينو. فالله اكبر. انا شفته بس على الفيسبوك انما ما قابلتش الكلب قبل كده اصلا مع مصطفى. فقال لي لا يا باشا هفرجك على كلب الله اكبر. والكلب فاهم قوي هو بيعمل ايه. عمل كام لقطه كده قبل التصوير فاطمنت انا اقعد مع مصطفى وهو لقيته مسيطر كمان على الكلب الله اكبر. هنوريكم برضو حاجات ليه صغيره كده جوه المحل بقى مش في المزرعه. تمام كده. بقول لكم حبيت اقعد مع مصطفى قدامكم نسمع منه كام كلمه كده سريعا. نفهم منك يا مصطفى بعد اذنك الموضوع هنا. تمام. طبعا عشان خاطر يتعمل خد مجهود. صح؟ عشان خاطر يتعمل ايه؟ خد مجهود كبير جدا. صح كده؟ مجهود شخصي، مجهود ان انا اصلا بحاول اجيب منتجات يعني بعيد عن منطقتي. الناس بتقول لي مثلا بحكم منطقتك قليله شويه، لا انا بحاول اعليها. اوصل المربي ان هو يعني ايه يا رب يا ما ربيش. مش انا مش جايبها كهديه. انا مش جايبها كهديه. اذا ما كنتش هراعي الروح مش هبيعها اصلا. ايوه تمام. يعني لو جالي في الكلب رقم اكتر من رقمه بس انا حسيت ل1% ان هو مش هيتراعى مش هقدر ابيعه.
ايوه تمام. لان انا بحافظ على حاجتي وبصرف عليها. ما شاء الله. بحب اشوف جروي بتاعي بره بقى البيع والشراء والكلام ده، بحب اشوف عيل من عيالي شايله على ايديا. انت بتنتج اصلا يا مصطفى كلاب؟ اه طبعا معايا جرمانات بفضل الله. معايا كلب الشخصي بقى الشخصي، كلب اسمه عقباوي، ده كلب غير البيت. كابوس كمان. ده بس اللي هو بيتبول اصلا صح؟ ده عنده 9 سنين. ما شاء الله. ده يعني يعتبر فرد من افراد البيت عندنا. حاجه برضو اللي ايه قلت لي بينام في حضني. بالظبط كده. تمام. ده موضوع تاني ان شاء الله، برضو لو نزلنا المزرعه بفرجك عليها ان شاء الله على خير. ده الكلاب يعني برضو ايه، هو بس الكلاب كلها عندي محبه واحده، بس ده زياده حبتين ثلاثه بحكم العشره طبعا الطويله. ما شاء الله. وبحكم برضو ان هو شاف معايا اوقات يعني يعتبر اكتر كلب بيحس بيا، بيفهمني من نظره يعني من غير ما اتكلم انا ببقى عارف هو بيقول لي ايه. هو تكفي انت بتقول لي بينام في حضني اصلا، بينام ابني كده. انا بقول لك ابني برضه من أفراد البيت كمان. قبل حتى في البيت عندي هو شرس جدا جدا جدا. بس هو في البيت عندي ما قطه. امي وابوه دول اهم حاجه عنده الناس دي. ما شاء الله. فاهم هو بيعمل ايه. يعني بس هو مش بتاع ايه، مش بتاع شارع قوي يعني، ما في الشارع بيبقى عنيف شويه. نو تمام. هو رايح يتخانق. انا هو ما بيحبش المكان. ما بيحبش المكان خالص. تمام. جود بوي. نو. جوزته قبل كده؟ جوزته فرخ عندك؟ جوزته مره واحده. فرخ عندي جراوي. ما شاء الله. احنا غريب علينا ان احنا نفرجكم يا جماعه على كلب بيعمل اوامر في محل، دي حاجه ما عملناش قبل كده، فاحنا برضه هنجربها قدامكم، وبعد كده بقى نمشي في المحل حته حته كده، ونفهم من مصطفى الحقيقه هنا عنده عامله ازاي، والاسعار بقى طبعا لينا احنا هيبقى الموضوع هيبقى انت قلت لي هنظبط معاك الدنيا. اي حاجه من طرفك. شوف انا هعمل لك خصم عشان خاطر من جيت ابو كنزي 15% لاي حد من طرفك. تسلم. واي حد يجي عن طرفك وما تشغلش بالك. عايز شغل جمله، عايز شغل قطاعي، كل الكلام ده بامر الله متاح عندنا هنا برضو في المخزن ان شاء الله. ما شاء الله. الله اكبر. احنا يا جماعه بدانا نروح عند ناس حبايبنا ونرخم عليهم وناخد منهم عروض الفتره دي، ما اعرفش لا يا باشا تعالى بس تعالى بس معانا كلنا في خدمه بعض. خلي بالك الغيه دي كلها دايره واحده، وبعدين احنا بنحب نخدم حاجتنا. انا عارف برضه ابو كنزي وافقت ليه، عارف ان هو بيحب حاجه اسمها كلب، حاجه اسمها روح. تمام. يعني ايه اعرف اصرف عليها، ممكن ما اعيش وازاي ما اعيش، ولو كلبي تعب اروح واجيب واصرف واجيب علاجاته قبل علاجات انا بنفسي. صحيح. تمام. ربنا يبارك لك يا كبير. حبيبي يا كبير. ما شاء الله المكان الله اكبر جدا. محمد هات لي العضاده كده اما افرج ابو كنزي على كابوس. احنا هيفرجني وهيفرج الناس معايا. حبيبي يا ابو خليكم معانا ومركزين معانا او متابعين معانا. يلا بينا. هو ممكن يعضني؟ لا ما تقلقش، هو كله بالامر ما تقلقش. الله اكبر. انا عايزك بس تشيل ايدك من عليك احسن الناس تفتكر انت ماسكه، خليه على الكرسي لوحده. هات لي العضاده من فوق. امسك العضاده. نو كم. Good boy. No. Sit down. Stay. No. Come up. Sit. Stay. تعال اقف هنا يا محمد. No. تعالى كده يا محمد. نو اطلع بره يلا يا محمد. جود بوي. نو خلاص. هاتها بقى في ايدي، خليه يجيبها في ايدي عشان هو مش هيسكت. نو احدفها لي القمشه. نو بس خلاص اهي نو اهي خلاص معايا انا خلاص ايه ده اهي. تعالى فوق مكانك. سيت جود بقى. عيب بقى عشان الناس ممكن بقى عيب. يلا خلاص مالكش دعوه بيها. طبعا اقع. مصطفى فرنسا مع كابوس.
داو تعال كم داو ستي. يبقى عشان الناس بتقول عليك كده ايه مش محترم. تعالى مكانك فوق اقعد. خلاص بقى ايدك. الله اكبر يا كبير ما شاء الله. مالكش دعوه بيها. نو نو نو. عاملين مع مصطفى فرنسا في محل افريكانو في شارع جمال عبد الناصر من جسر السويس. دلوقتي خلصنا الجزء اللي فوق. احنا كنا مع كابوس ذكر مالينو بتاع مصطفى. حبيبي اتفرجنا على كام لقطه كده لكابوس ما شاء الله ربنا يبارك لك فيها. حبيبي يا غالي. حبيبي. اولا الذكر ده بيتجوز صح؟ بيتجوز ما شاء الله. يعني الجوازات اصلا بره صح كده؟ معايا جراوه منه معايا بنوته برضه ما شاء الله. طيب احنا كده كده هنقول رقم مصطفى يا جماعه في اخر الفيديو، اللي برضه محتاج حاجه يكلم مصطفى زي ما هو قال. وعدنا ان الناس اللي تبعت قناه مزايا ان شاء الله رب العالمين هيبقى فيها خصم 15% وهيظبطوا لنا الدنيا برضه بأمر الله. مكانك ابو كنز. حبيبي ربنا يعزك. دخلنا على قسم العصافير بقى والطيور والحيوانات اللي احنا لسه بره هنكمل. قول لي يا باشا دي عصافير صح كده؟ دي نبدأ بقى عصافير استرالي. دي استراليات. دي حاجات شغاله. دي انواع ده اسعارها ايه؟ دي اسعارها مثلا الجوز بيتراوح من اول 100 لحد 150 جنيه. فرق اللون يعني ولا ايه؟ فرق الوانات وفرق احجام والكلام ده. هو الحجم الاضخم بيبقى اعلى؟ وفي بقى ايه بدايه من اقل من كده. يعني مثلا عندك الجزء اللي تحت ده بيعمل 80 جنيه. اللي دي حاجات شبابات. اللي تحت خالص دي؟ في حاجات بقى بتزيد شويه. في دي حاجات زغاليل اصلا ولا دي؟ دي شبابات عمر 3 شهور. يعني دول هيبداوا يشتغلوا بعد قد ايه مثلا تاني؟ بعد 3 شهور تاني مثلا. تمام. دول بكام؟ ده الجوز بيعمل 80 جنيه. 80 تمام. ودول؟ ده الجوز بقى بيتراوح من 100 ل 150 جنيه. ده شغال ده برضه ولا؟ كل دول حاجات شغاله بقى. ما شاء الله تمام. انت قلت لي انا بقول لك في عصفور هنا اللي هو الفلل ده في وسط العصافير دي. ايه الفكره بقى؟ يعني ده حاجه اسمها فلل. ده الفلل دي برضو بتبقى مختلفه شويه. هجين معمول برضو بايه بيطلع العصفور شكله احلى شويه. تمام. في بقى حاجات بتبقى اشد من كده كمان. الورده على الظهر، ورده على الكتف ده وعلى الكتف ده وعلى الدماغ فوق. تمام. ده سعره بقى بيبقى تاني خالص. ده بقى مثلا حاجات الجوز بتاعه بيبدا من اول 250 جنيه وانت طالع. ما شاء الله تمام. وهنا ايه يا باشا؟ هنا دي حاجات بقى تركيبات. دي بقى ايه اللي سعرها بيزيد شويه حبيبي خير. دي حاجات بقى سعرها بيزيد شويه. الجوز بقى بيبدا من اول 250 جنيه. دي حاجه اسمها تركيبات ريمبو. بنبدا احنا نعمل هجين نوع على نوع. نبدا بقى نحسن السلاله شويه نطلع حاجه اسمها تركيبات لحد ما نوصل لحاجه اسمها ريمبو. ده ممكن الفرد منه يوصل ل 1000 جنيه واكتر من 1000. بناء على ايه بقى بيوصل 1000 جنيه؟ شكله ولا لونه ولا؟ لا الواناته والتركيبات المعينه اللي فيه. تمام. ما شاء الله تمام. بقى عندك ده عصفور كناري. دي بنوته كناري. اوريك الذكر بتاعها جوه بس انا سايبها هنا تجهز يعني. تمام. لان دول غير العصافير العاديه شويه. يعني دي النتايه بتتفصل وتلف العش بتاعها. بتتفصل وتلف العش بتاعها وبعدين تبدا تلقيها الذكر. تمام. سعرهم ايه بقى؟ ده الجوز مثلا النتايه زي كده بتعمل مثلا 250 300. النتايه لوحدها يعني؟ وانت طالع بقى في انواع منهم جولستر حاجات بتوصل للجوز ل 3000 و 4000. ما شاء الله تمام. كده خلاص هنا؟ قول لي يا باشا. عندك ده بقى المعلم زرزور. ايوه. ده المشكله بتاعتنا طبعا. هيخرج عادي؟ لا ده مش للبيع اصلا ده بتاعنا. تمام. يا زرزور جيب شويه كلفه كده خليك تاكله دلوقتي. هو شكله هو مؤدب طب ولا بايه؟ لا هو مؤدب جدا وبيطلع حفلات وحضانات والكلام ده كله. ما شاء الله. ده عمره قد ايه ده؟ ده عمره 2 سنين. ده عندي من هو عنده 1.5 شهر او شهرين. ما شاء الله. هو لسه صغير يعني. ده في البيت بقى ولا في البوكس هنا؟ في المحل؟ لا هنا في المحل بس بسيبه على طول. يعني كل يوم بيطلع بخرج بيه بروح بيه في اي حته. ندي بقى لابو كنز. انت اللي هتاكله ابو كنز. انا بخاف بس ايه؟ لا ما تخافش ابو كنز. ادي لابو اديله بس. هينتش؟ اديله مش هيعمل حاجه. اديله ياكل ببقه كمان. مش هيقعد ده؟ لا خالص. هو بيحب الذره العوجه اصلا؟ هو بيحب اي حاجه. ايه ده بجد؟ والله. هو مش المفروض اصلا. هو ده صديق المنطقه كلها. المنطقه كلها بتيجي تجيب له اكل. ايه شبعت؟ شبعت ولا ايه؟ شبعت؟ خلاص احطهم لك هنا هم. تمام. عندك بقى
دي بقى حاجات انتيكه ده كده. ممكن يبقى سعره قد ايه اصلا يا مصطفى؟ يعني ده في حاجات من اول 2000 جنيه بقى، كل ما بيصغر سنه بيهدى بيبقى اغلى. تمام. دول بقى عندك حاجات اسمها شرازي دي؟ دي شرازي دي حاجات لسه 45 يوم مفطومه. اسعارها ايه دي؟ دي بيبقى سعر القطه الصغيره دي 250. تمام. القطه الكبيره بقى ما لهمش سعر قد كده يعني، بيبقى فاهم بيطلعوا تبني، اللي هم الكبار ما بيتعودوش برضه بحكم الايه الدنيا، ما بيتعودوش ما بيتعودوش على الدنيا. تمام. ثواني جاي لك. اللي تحت هنا ايه ده؟ ثواني جاي لك يا خال. ده ايه ده؟ ده ذكر، ده مش بنطلعه جوازات، ده ذكر. ده اي قطه عايزه تتجوز الكلام ده. اللي بعد كده حمام بقى. دي اصلا غايتي، بس يعني بعيد عنها بقى لي فتره. تمام. انا كمان نفسي بحب الحمام الزاجل اللي بيترمي والكلام ده. يعني ده من ضمن الحمام اللي انا بحبه برضه. بص هو السعر بتاعه مش غالي، بس انا الموضوع معايا مش موضوع سعر. ايوه. الموضوع معايا حمامايه تتربى يعني. تثق فيها. دي حمامايه زاجل اسود. تمام. دي من الحاجات القليله، وبرضه بتترمي مسافات. يعني دي اخر حاجه رميتها من الفيوم. الفيوم؟ عيله صغيره وما اشتغلتش غير مره واحده. كتير مني ولا ايه؟ ان شاء الله. بقالي عمري ما مسكتش فرد حمام. لا فرد حمام ما شاء الله، بنوته ما تعرفش تفرق عن الولد. ان شاء الله. عندك دي بنوته كشك برضو، بس للاسف الذكر بتاعها طار. بنوته بص لعبايه صغنونه. حلو. البني دي برضه بيبقى كان ليه فتره كده جميل. جميل عليكم الساعه تلاقيها بركاته. جميل برضو. تمام. دول بقى قص قشر بنادق. دي بنوته. دول قص مع بعض؟ شغالين دول؟ دول قص شغالين. بكام دول بقى؟ بس انا بحضن الحصى بتاعهم يعني من تحت حمام تاني. ده الولد. تمام. بكام دول؟ ده القص بيعمل 600. 600. تمام. عشان بقى تعالى كده عشان خاطر هو يبقى مش في الوسع. تعالى انت كده خليك بعد اذنك. انت هنوسع لك احنا براحتك. تمام. قول لي كوكتيلات دول. دول كوكتيلات. انا عندك الرمادي ده حبشي. عندك الاصفر ده لاتيني عيون حمراء. دول قص شغالين ومعاهم ابنهم. ممكن يعمل كام بقى القص اللي معاهم ابنهم دول؟ يعني مثلا القص اللي معاهم ابنهم ده ممكن يعمل له 450. دول طاينه؟ تمام. الحبشي بقى مثلا من اول 300 جنيه الجوز. شغالين. طب الاقفاص دي اسعارها ايه؟ يعني الاقفاص دي بقى ابسط حاجه، يعني في حاجات ب50 القفص، في حاجات ب50. مثلا زي كده. ده قفص كوكتيل. وده جواه حاجه؟ ده جواه بنوته. بس كده؟ تمام. ده قفص كوكتيل. ده القفص بتاعه مثلا سعره بيبدا من اول 100 ل 120. تمام. غير العش بتاعه بقى. عندك بقى قفص الاسترالي دي اسهل حاجه، يعني في قفص ب50، قفص ب75، قفص ب100. عندك بقى قفص مستورده هوريها لك جوه القفص بيعمل 400 جنيه. ما شاء الله. بس يتحط فيها مثلا ذكر حسون، ذكر كناري غالي. حاجات برضو انتيكه كده لوحدها. يعني مثلا دي اقفاص مصري. اقفاص المصري 50 70 100 كده. يعني اغلى حاجه فيها الاكبر حاجه فيها 100. تمام. عندك بقى الاقفاص المستورده هوريها لك، يعني زي اللي متعلقين جوه دول هوريهم لك دلوقتي. ده ايه؟ ده جرو شواوا. على لوس. عنده قد ايه ده؟ ده عنده شهرين. شهرين. ده مامته عندي برضو انتاج. ما شاء الله.
لونها ايه امه؟ اسود، الغامق؟ اسود في بني بس كنت مجوزه ذكر ابيض. تمام. بس قليل الابيض منه شويه صح؟ قليل تمام. وكان عندي منه واحد بني بس اتباع. الحاجات دي ايه بقى ده؟ الكلام ده ايه؟ ده عمود خربشه للقطط. القط بدل ما يبهدل لك الانتريه السرير يخربش لك في الكلام ده بتحطها له. ده اطباق الكلاب. ده الليتر بتاع الرمل. تمام. ده الليتر بمصفى، تحط الرمله تطلع تصفي على طول. طب قول لي بقى سعر كل حاجه فيهم. يعني عندك مثلا عمود الخربشه ده بيعمل 60 جنيه الوسط، في اصغر منه ب 50، في حاجات منه بتوصل لحد 500 جنيه بس بتبقى بيت كبير. على حسب احجامه واشكاله يعني. تمام. في ناس بتعوز حاجات صغيره يقضي الغرض للقط بس، في ناس بتجيبه على شكل بيت كده. تمام. الليتر ده مثلا بيعمل 80 جنيه، ده الليتر بالجاروف. في ليترات عاديه بقى بيعمل 50 بالجاروف بتاعه. تمام. كام قرد؟ ده عامل 4000. 4 اخره؟ والكلب الصغير ده؟ ده عامل 2000 ونص. طيب نكمل معاكم يا جماعه، احنا عايزين ندخل المحل بقى جوه مصطفى. نخش كبير، تعالى اتفضل. جوه يبقى ايه؟ واحده واحده. احنا بس عاملين دخله مختلفه شويه. طيب دول ايه بقى؟ احنا برضه ما فهمناش على دول. دي اطباق برضو اشكال، يعني ده طبق للكوكر عشان الودن ما تنزلش وبتاع جواه ما يبهدلش نفسه. دي اطباق بقى لاحجام الكلاب ومقاساتها. يعني عندك طبق الكوكر ده بيعمل 35، عندك الاطباق العاديه دي 40 45 50 الكبير. تمام. دي بوكسات، ده بوكس عاملين عليه عرض بيعمل 90 جنيه، بوكس حجمه حلو برضه. تمام. عندك البوكس اللي تحته ده بيعمل 140 جنيه. تمام. دي بقى مراجيح للبغبغانات والعصافير والكلام ده. اسعارها ايه دي؟ دي يعني دي يعتبر بنديها لزبائننا كادوهات. حلو. بس هي مثلا سعرها 5 جنيه 10 جنيه حلو ما شاء الله، جميله كده، تمام. وكلها يدوي حلو. يعني كلها معموله يدوي. تمام. هو القفص ده بيبيعوا ولا عرض؟ لا ده قفص بتحط فيه القطط، عاملين له سلم وبيت وسرير من جوه وكده. تمام. ماشي. احنا ده صف عصافير ايه؟ ده فخر هطلعه لك دلوقتي، ده بس هيبقوا عندي في الشارع. فين فخر ده؟ اهو العصفور ده. الاسطوري ده؟ سايبه ازاي؟ استنى بس الله يطير، يبقى احنا طيرناه. على فخر ما تقلق. واثق يعني؟ على فخر. طب نجيب كرسي اسهل؟ اسمه على فخر. تعال. على وحش. ماشي تعال سيب النتايه دلوقتي، هقول لك على حاجه. هو معاه بنوته جوه؟ ما انت يا بيضه كمان ما شاء الله. عشان كده مش عايز يطلع. تعالى هقول لك. هات لي اكل. طيب هات لي اكل نخلي ابو كنزي يتصور بيه. لا هو حتى لو طار يعني ما بيروحش في حته، بخش جوه المحل. بيخش المحل؟ طب وانت اللي مدرب الكلام ده ولا ايه؟ ده العصفور ده اصلا جالي تعبان. معقوله؟ جالي تعبان ما بيطلعلوش ريش، اديته فيتامينات وبتاع، ومره واحده سبحان الله لقيته زي ما انت شايف حجمه كده. ما شاء الله. بقى يسيب ويطلع لحد اول الشارع يرجع يخش المحل. عارف عشه نتايته طلعت اهي. قلت مش هبيعه حتى لو جالي فيه 1000 جنيه. ده بسيبه معايا بيشرب قهوه ساده معايا. ورغم ان هو لو طبيعي سعره عادي خالص مثلا من ابو 70 و80 وكلام. سعره ب 50 جنيه. بس وبالنسبه لي هو حتى من كتر ما انا اللي عملته معاه مش عايز يسيبني العصفور. ما شاء الله. تمام. انا ما اعرفش ان الاسترالي بيعمل كده بصراحه. ما هو ده غريبه شويه. اللي عارف اللي هو الزنجباري والحاجات اللي هي اصلا تعالى فخر اقول لك. هقول لك. طب هوريهم حاجه. طب تشرب قهوه؟ مدمن قهوه ما يخشش يشرب غير من كوبايه قهوتي. خلاص طيب ولا ايه؟ ما شاء الله. ده بقاله معاك قد ايه ده؟ ده بقاله سنتين. الله. هو قعد لحد اول 6 شهور ما عندوش ولا ريشه. مقصف خالص. ايوه. بقول لك ايه يا عم، وفرق عندك يا عم معايا زغاليل. طلع منه زغاليل قبل كده؟ معايا زغاليل دلوقتي ما شاء الله. ما شاء الله. طب وبعدين؟ طب اقول لك خد اهو. الفخر دخلت على جوه.
ما دخلت تاكل ظريفة؟ عيالها. فخر بس جميل الله اكبر ما شاء الله. لا هو عصفور غالي عليها قوي قوي قوي، خلي بالك. يلا طب ما انت قلت لي في عصفور هسيبه لك، انا ما اعرفش ان هو استرالي. لا انا هسيبه لك، انا عايز اسيبه من اول الشارع وسايبه. تعالى يا بيبي، تعالى يا بيبي، تعالى يا بيبي، تعالى يا بيبي، تعالى تعالى اهو، تعالى تعالى تعالى. روح لابو كنزي، روح لابو كنزي، روح خد تعالى بقى، تعالى يلا. طب بقول لك ايه، اطلع اقف على دماغك، اطلع فوق، اطلع فوق. مش عايز تمشي؟ مش هيمشي. طب خلاص، طب خد اهو، طب تعالى يلا خد. الغريب ان هو عنده اكل فوق اصلا. اهم حاجه ياكل مننا. بيشرب اهو، افتح له الحنفيه يطلع يستحمى. ما شاء الله. خش تحت المايه. يلا طب جوه، يلا بابا، يلا بابا. والاحسن بقى ان هو بيخش وهو طاير يجي على العش على البيت بتاعه. ما شاء الله. غريبه عليها والله. لا ده بموت فيه انا، فخر ده. ربنا يبارك لك يا رب. تعالى تعالى كبير. فوق دول ايه طيب؟ اللي فوق دول قص تركيبات شغالين برضه. دول سعرهم ايه؟ دول سعرهم بيعمل 150. ده جوز شغال. طبعا احنا قلنا خلاص فخر ملوش دعوه بالموضوع. لا فخر مش للبيع صاحب اصلا. المنطقه. ماشي تمام. طيب خلينا بقى يا جماعه ايه، هنقطع معاكم كده خليكم مكملين معانا. خليكم مكملين معانا يا جماعه. هنخش جوه مكملين معاكم مع مصطفى فرنسا في محل وافريكانو. منور الدنيا يا كبير. حبيبي تسلم. هيكمل معانا. هنقول بقى الموضوع باقي المحل من جوه. احنا كنا بره ودخلنا المحل من جوه. هنبدا من قسم الدراي هنا. ماشي قول لي يا كبير الدنيا هنا ايه وتفاصيلها واسعارها. الدنيا هنا ايه؟ بص يا باشويه، الدرايات يعني في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي بقت زيها زي الممنوعات. حلو تمام. عندك ده احنا بنسميه في شغلانتنا رف الممنوعات. حلو تمام. حلو وده مريح. تمام. يعني عندك مثلا ده فيتا علاجي. دي فيتا علاجي ده القطط مثلا اللي عندها حصوات والكلام ده كله، القطط المتعقمه وعايز لها املاح قليله. دي وزنها قد ايه؟ ده 10 كيلو. سعرها؟ دي سعرها ما مختلف طبعا من يوم ليوم، يعني مثلا بتبدا من اول 1000 جنيه. تمام. دي كام؟ تمام. عندك دي حاجه اسمها كيكي بارتي، كيكي بسكوت، فيها مكافآت للقطط برضو وميكس يعني لحمه وفراخ وسمك وكده. وزنها قد ايه؟ وزنها 15 كيلو. تمام. عندك دي وفي علاجي برضو من غير املاحها قليله. تمام. عندك دي موراندو. موراندو؟ دي في منها كنزات برضو، في منها باوتجات اكل مش دراي يعني. تمام. سوفت. تمام. اللي عامله زي التونه دي باينه ولا؟ بالظبط كده، هوريها لك برضو دلوقتي. تمام. عندك ده مانيلو، ده برضو من اجود انواع الدرايات. دي وزنها قد ايه؟ دي 15 كيلو. عندك دي فريسكس، دي 7 كيلو ونص. تمام. عندك بقى فريسكاساتك هنا دي الثلاثه دول حاجات علاجي، ده كيتين ودول علاجي. للقط اللي عنده حصوات برضو للكلام ده كله. تمام. عندك ده كيلو 700 منه، بيبقى يعتبر نفس السعر بس ده عشان علاجي بيبقى ايه اغلى شويه. تمام. عندك ده بقى البرو بلان، برضو من الدرايات العاليه جدا، فيتامينات وكل حاجه فيها نسب عاليه. تمام. وطبعا حاجات ما بتضرش القط، كلها فليفرات غير برضو الحاجات المصري. تمام. ده الكاتشو طبعا بانواعه، ده بتاع القطط الكيتن، وده بتاعت الهيربول الحاجات العلاجي للشعرايه لو الشعرايه مكلكعه الكلام ده، في زيوت وفي حاجات بتفك الكلام ده. تمام. وده اللي هو العادي بقى بتاع القطط العاديه. عندك ده الأونتوريو، ده سمك من برضو من الحاجات العاليه قوي. هي الحاجات دي وزنها ايه؟ قد ايه؟ ده كيلو ونص. ولا كيلو ونص؟ ده كيلو ونص. برو بلان 2. عندك الأونتوريو 2 كيلو. تمام. ده برضو بروتين 31% وفات 15%، حاجه محترمه. تمام. عندك الميشو، ده طبعا من الدرايات القاتله للقطط بس املاحه عاليه شويه مش قليله. برضو؟ ايه؟ قطط. كل اللي انا هوريه لك ده قطط. تمام. ده الكيكي اللي انا وريته لك فوق بس كيلو ونص منه. تمام. سعرها كام الصغيره دي؟ الصغيره دي بتعمل 250. تمام. عندك ده تشاتشات. ده برضو حاجه كويسه يعني، معقول في المستورد. تمام. عندك بقى هنا نخش في الكيلوهات. كيلو؟ ده عندك بلاكي، دي برضو درايات محترمه او كل ده مستورد. عندك الكونغو طبعا حاجات معروفه، فيتا ماكس، بيربو، مانيلو، الميجلو والموراندو زي اللي فوق كده نفس الشركه. تمام.
عندك ده تروبي، حاجه مصري بس من المنتجات المحترمه جدا اللي اثبتت وجودها في السوق. دي وزنها قد ايه؟ ده 3 كيلو. 3 دي بكام؟ ده 3 كيلو معمول عليه عرض ب 200 جنيه. حلو تمام. عندك ده ويسكس، حاجات علاجي برضو، هير بول للشعرايه وكده. ده توب كات ميكس، جزيره، كيكي. وفي اللي هو اللي انا وريته لك فوق اللي بقول لك املاحه قليله، والوفي العادي. عندك دي الميرا، حاجه اسمها مايكات برضو املاحه قليله. دي من الفريسكاس علب 300 جرام هي الصغيره. الميرا دي؟ ده الميرا ده كيلو برضو؟ ده كيلوهات. تمام. دي سعرها ايه دي؟ ده بيعمل 150 الكيلو. تمام. عندك ده رويال، ده 400 جرام. بكام دي بقى؟ ده دلوقتي وصل 180 جنيه ل 400 جرام. دي 400 جرام؟ بكام؟ ب 180 جنيه. 180 جنيه. يا جماعه. تمام. ما هو طبعا الكلام ده بحكم الاسعار اللي احنا فيها، انما يعني ده كان بيتباع ب 100 وب 110. تمام. بس طبعا ما بقاش موجود اصلا، هو عن تجيبه من ايد لايد، فطبعا الموضوع بيبقى رخم شويه. تمام. عندك ده الميجلور برضو عاملينه حاجه صغيره 400 جرام. دي بكام دي؟ ده بيعمل 55. تمام. ده بتسيكو، حاجه مصري كويسه برضو، على قد برضو الزبون اللي عايز يربي. تمام. دي حاجه بتعمل 2 كيلو بتعمل 110. حلو تمام. عندك دي بقى ايه، اكياس ويسكس توب كاتن صوص نص كيلو؟ عندك ده بيربو، ده فيتا. عندك ده كينج فود، ده منتج مصري برضو كويس شغال وسعره كويس ب 50 جنيه كيلو. حلو تمام. عندك بقى اللي تحتيه ده تروبي برضو، ده فريسكاس كلاب جونيور، ده برضو منتج مصري بس في الماركتات في كارفور وفي الكلام ده. ده ليجنز يعني. عندك ده بتعمل 300. 300؟ خلينا كده لسه. تمام. عندك دي الشكاره اللي وريتها لك، دي كيكي بقى بس مش دي كيكي عاديه 20 كيلو. دي سعرها كام؟ 20. دي سعرها عامل 2000. 2000؟ تمام. دي كونجو. دي 25 كيلو. تمام. البيربو دي برضو 25 كيلو. تمام. تعمل مثلا 2700 جنيه دلوقتي. 2700؟ دي كام كيلو؟ 25؟ 25. عندك دي الدودزي، حاجه مصري بنعمل عليها عرض، مثلا عاملين عليها عرض لشهر كده، عامله 700 جنيه. دي 20 كيلو دي؟ دي 20. هو ده ايه ده يا مصطفى؟ انا مش فاهم ايه دي. هقول لك ده ايه. ده المشكله بتاعت الكلب اللي في البيت. دي باده بتتفك. دي باده بتتغير. دي بتتشال كل يوم، تحط مكانها الباب. تمام. زي البامبرز كده مثلا بتاع تقفل عليها. تحط الكلب فيه ريحه برضه، هو بيعمل فيه. اخر اليوم بتيجي تطبقه وترميه. سلام على الجمال. ده بكام ده بقى؟ ده الصغير بتاعه بيعمل 100، والبدا بتاعته مثلا بنعمل عليه عرض الاثنين ب 15 الصغيره. الكبيره البدا بتعمل 15 الواحده، والكبير بتاعه بيعمل 180. تمام ماشي. احنا دي شكاره ايه دي؟ ده بوتشر قطط برضو، منتج مصري عالي جدا. ده برضو عاملين عليه عرض. بكام دي؟ ده بتعمل 700 جنيه. دي 25 ولا 20؟ 20. 20؟ بس دراي محترم جدا. تمام. احنا بقى ما اتكلمناش على عصفور الدره ده. دي بنوته دره والله. تمام. دي خلاص داخله على سن الجواز مع التحليل بتاعها. ما شاء الله. لابسه دبله تفريخ مصري. تمام. ان شاء الله نجيب لها دكر اليومين الجايين دول، عشان احنا كنا المفروض في الموسم كنت جبت لها دكر اليومين اللي فاتوا، بس برضو ايه ما لقيتش حاجه معاها؟ ما لقيتش حاجه كويسه ليها. تمام. دي ممكن سعرها يبقى كام دي؟ ده مثلا النتايه دي ممكن تعمل 1500. ما شاء الله. تمام. ماشي. هنمشي برضو نكمل زي ما احنا؟ نكمل كده. كابوس هيقعد؟ مكانك واقعد. ست. ايوه تمام. تمام. انا مديله ظهري عادي. لا ولا اكن في كلب. ماشي. نو ست. ستي. جدع يا ابني والله، والله يا كلب جدع. ماشي. البوكسات اللي فوق دي تقريبا شبه اتكلمنا عليها بره. اللي هي عليها عرض 90 باين. لا مش دول، دي بوكسات مستورده دي. لا طب قول لي بقى واحده واحده. دي بوكسات مستورده. ده البوكس بيعمل 150. تمام. وعندك البوكس ده بوكس مصري بس بالخامه المستورده.
تمام. يعني مش شغل كسر والكلام ده، شغل بيور بلاستيك بيور. ده البوكس بيعمل 100، اللي جنبه ده بيعمل 150 الكبير بتاعه اللي هو البرتقاني الفرمادي ده بالظبط، واللي جنبه برضه ستي 100 وكم؟ 150 الكبير. كم كابوس ستي 6 تمام. ده. خليها بقى دي مكافآت صح؟ دي تريتسات للكلاب على حسب الطعم بقى، في سلمون، في لحمه، في بط، انت برضو على حسب ما بتشكل. سعر واحد؟ ده للتدريب. السعر واحد. ده البرطمان بيعمل 85. ده وزنه قد ايه ده؟ 500 جرام ده؟ لا ده وزنه اقل من كده، وزنه تقريبا 300 600 600 جرام. 600 تمام. ده ايه ده؟ ده مواتير هواء وفلاتر وكده السمك؟ بتاعت السمك. تمام. دي بلورات السمك. اسعارها ايه بقى الحاجات دي الازاز دي؟ يعني مثلا 25 35 40 50. بس ده بيعيش فيه سمك معين. وبعد كده ده حوض مستورد بقى، ده حوض كامل. ده بكام؟ ده بيعمل 1400 جنيه. 1400 بحاجته من جوه يعني؟ ده حوض كامل، هتاخده تحط الفيش يشتغل بموتوره بفلتره بلمبته بكل حاجه. تمام. والسمك لسه بقى تحط فيه سمك؟ السمك بقى يعني مثلا احنا ده اسهل حاجه في الموضوع. يعني احط فيه النوع اللي انا عايزه براحتي. بالظبط. ده تحط فيه اي نوع، بس في انواع طبعا معينه بتعيش مع بعض. يعني مثلا عندك النوع ده حط ايدك على الميه كده هتلاقي ميه سخنه. حط ايدك على اللي جنبه ده، دي ميه عاديه. ده سقعه ده بيتحط له سخانات اصلا. طب ليه بقى؟ ده حاجه اسمها منجاسيوس. ده بكام دول يا مصطفى؟ ده السمكه بتاعته يعني مثلا من 20 ل 30 35 على حسب الحجم. طبعا حجمه بيكبر عن كده. ده حاجه اسمها جرومي. ده ايه ده؟ ده سمك رئوي، ده بتاع البلورات بقى. يعني ده البلطي. لا ده السمكه دي خلي بالك كويسه وصحتها بتبقى كويسه جدا كمان ما شاء الله. وسمك رئوي بيعرف يتنفس من غير أكسجين. سمك رئوي تمام. يعني مش شرط ليه موتور اكسجين زي كده. تمام. هو يعيش في بلوره عادي. ده بكام دول الاثنين؟ ده الاثنين بيعملوا 30 جنيه. حلو تمام. مفيش حاجه هنا صح؟ لا الحوض ده بقى اتكسر. ده كان فيه نوع ايه تاني. كان ايه؟ كان فيه نوع تاني بس انا نقلت الكوي والفانتيل بقى هنا في الحوض الكبير ده عشان الحوض ده اتكسر. هو احنا هنا ايه؟ عندك ده علف للسمك مستورد. ده بيت التريتسات. تمام. دي علف السمك ده بكام؟ العلف بتاع السمك ده ب 45. ده وزنه قد ايه بقى؟ دي ده 100 جرام. 100 جرام؟ بس حاجه ده مستورد. لا يكفي كتير يعني السمك ده كله، كل سمكه ممكن تاكل لها حبايتين. حبايتين؟ ده في اليوم. وشبع كده خلاص؟ تمام. موفر جدا السمك في الاكل. تمام. السلحفات بقى دي السلاحف دي. الكرسي ده بتاع كابوس يا جماعه. ده كرسي كابوس. ده دكر. ده عمرها قد ايه تقريبا دي؟ ايه؟ دي ممكن تبقى عمرها قد ايه؟ يعني ده بقى العمر على حسب الايه؟ عدد الصدف اللي ورا. الصدفه دي؟ كل سنه بقى بتوقع وتطلع بقيه الصدف الجديده. عد بقى انت تعرف السن، كل واحده ليها سنها. يعني ممكن حاجات زي الصغيره دي تعمل لها 13 سنه. ما شاء الله. دي ممكن تعمل لها 10 سنين. ما شاء الله. ده اسعارهم ايه دول؟ يعني من 250 بقى السلحفه على حسب حجمها وعلى حسب نوعها. طالع بقى. تمام. ده بقى الكوي والفانتيل. اسمه ايه؟ ده السمك الكوي والفانتيل. ده عندك برضو نوع دراي كلاب مصري معمول عليه عرض كويس برضو. السمك ده الاول قول لي اسعاره ايه؟ ده يعني مثلا من 10 جنيه؟ الجوز 15. اسعاره يعني في البسيط. في المتناول قوي. تمام. والدراي ده قلت بقى عليه عرض بايه؟ الدراي ده 4 كيلو عاملين عليه عرض ب 150 جنيه. تمام. ده بتاع كلاب؟ ده كلاب. وفي من النقطة اللي انا وريته لك برضه اللي هو كيلو ب 50. تمام. دي بقى كلها تريتسات للكلاب. اسعارها متوسط ايه بقى من كام لكام؟ 25 مثلا. تمام. يعني مثلا 25 20 30 كده. تمام. ماشي نبدا بقى في الفرش الكلام ده. الفرش بقى دي عندك حاجات للقطط مثلا صغيره، عندك حاجه زي كده بتعمل 20، حاجه زي كده بتعمل 30، المقاس الاكبر بتاعها بيعمل 40. تمام. دي لو مسافر مثلا تملى للكلب فيها ميتك توقفه تشربه ولا طبق ولا غيره.
دي تريكسات للقطط والكلاب، دي عامله 35. تمام. دي فرشه طبعا انت عارفها، انت راجل غاوي بقى الحاجات دي، ايه لعبتك انت. بتاعت الجيرمانات واي حاجه شعرها طويله. شعرها لون. ده وده وده. تمام. ودي اللي بتطير الشعر من غير ما تمسكه. بالظبط كده. دي كام دي؟ دي بتعمل 100. تمام. عندك برضو الفرشه دي محترمه جدا، كأنك بتطبطب على الكلب. دي السيليكون؟ بتتلبس في اليد. كام دي؟ دي بتعمل 75. اللي هي العضادات دي بقى ايه؟ العضادات دي بقى 40. 40؟ دي اللي معاك لجراوي، بتشغل برضو الجارو، بتشغل بقه وبتعرفه يعني ايه يتعامل ان ليه فك مش للاكل بس. ايوه بالظبط. تمام. دي ايه ده يا مصطفى؟ دي عضادات برضو. دي حاجات كلها بتحفز الجراوي للعضل. تمام. دي حاجات كلها بتحفز الجراوي للعضل. دي بتعمل 25 30. تمام. الخناقات دي بقى ايه؟ دي خناقات شوك. تمام. الكلاب العناديه شويه يعني. خناقه بتعمل 85 وفيها اللي اكبر بيعمل 100. تمام. عندك ده بقى كله شغل معمول هاند ميد. بص كده عليه شغل من اوله لاخره، لحمات وحاجه كويسه قوي يعني. كام ده درش؟ ده اي طقم من دول عاملين عليه عرض ب 70 جنيه. تمام. عندك حاجات زي كده، حاجات برضه 70 ده. تمام. وده 70؟ كل اللي توقع. تمام. الحاجات دي؟ عندك ده بقى شداد تدريب. كلب برضه اتعلمه ازاي يمشي جنبك، ما يتحركش، حركات لا اراديه. ده يعني يعتبر ما بيستخدموش ناس كتير، يا بيستخدموا جماعه طريقه كلام التدريب اللي هم المدربين لما بروح اصور مع مدرب بيقول لك بنفس الطريقه دي. بالظبط. عشان هو راجل غاوي بقى، فاصلا كده بيعمل كل حاجه بايده. بالظبط. تمام. ماشي. عندك دي بقى الخناقات العاديه، تشتغل لاي كلب عادي. تمام. سعرها ايه دي؟ دي سعرها الخناقه بتعمل 50. واحنا قلنا ده بكام؟ ده الليش ده عامل 100. تمام. بس دي حاجات مستورده برضه. السديري بقى؟ دي الصدارات دي السديري ده برضه شغل محترم قوي. ده السديري ده عامل 150 جنيه. تمام. عندك السديري ده مش موجود يعني، ده كله حرير. السديري ده بيعمل 250 جنيه. ده سديري العمر، يعني انا لما باجي حد يشتريه بقول له انت جايب سديري مش للكلب ده بس، لاي كلب تاني. والسديري اللي في كابوس ده ممكن يعمل كام اصلا سعره؟ السديري اللي في كابوس ده معمول هاند ميد، نفس شغل اللي توقع. حاجه زي كده اهو. ده بكام ده اصلا؟ ده بيعمل 150. تمام. واللي كابوس لابسه كام؟ هو نفسه 150 هو اصلا؟ تمام. ما شاء الله. الدرايات دي بقى ايه؟ ده رملات. دي رمله القطط، دي رملات مستورده كلها. تمام. يعني في ايه اصلا الرمله دي؟ لا هي من غيرها ما ينفعش تربي قطه اصلا؟ تقعد عليها يعني ولا بتعمل فيها؟ لا دي بتعمل فيها حمام. شفت الليتر بوكس ده؟ الليتر بوكس ده بتحط فيه الرمل، تعمل القطه فيه، لان القطه لازم تحفر ولازم تردم الحمام. ايوه تمام. ما عملتش كده تبوظ لك الدنيا. تاني حاجه ان انت مش تقدر تحمل حمامها ولا ريحته. فالرمله دي برضو بتبقى بالروايح، يعني عندك دي لافندر، دي صابون مارسيليا، كده يعني بتشكل روايح. اسعار متوسط من كام لكام بقى؟ المستورد معاك مثلا من اول 65 جنيه وانت طالع. ده قد ايه دي؟ دي 5 لتر. تمام. ال 10 لتر بقى في حاجات 10 لتر بتعمل 130 جنيه 125. تمام. ده سعره كام ده بالسديري كده بتاعه ده؟ ده بيعمل 125 على بعضه. في بقى حاجات اصغر من كده شويه. بكام دي؟ في حاجات بقى بتعمل 75 و80. 80. 3 مقاسات دول. الجارو، الكلب جريفون، الكلام ده كله. تمام. دي بتاع اللي تمسك بيها الحمام. دي اللمامه. دي سعرها ايه؟ دي اللمامه الكبيره دي بتعمل 100، والصغيره بس الصغيره خلصانه. الصغيره بتاعتها بتعمل 50. تمام. كمامات. عندك كمامه، دي كمامه سيليكون مستورده. الكمامه دي اول مره اشوفها دي. الكمامه دي محترمه جدا جدا جدا. بس الكمامه دي بتعمل 120 جنيه. اي كلب بلبسها الكابوس دي. 120؟
تمام. عندك بقى الكمامات العاديه، يعني كمامه زي دي بتعمل 40 جنيه. الحديد. الحديد دي بتعمل 70 جنيه، وبتاعت الجيرمانات بتعمل 50 جنيه. تمام. دي بقى الرملات العشرة اللي هي الايه، مثلا عندك قطتين ثلاثة عايز توفر شوية. دي بقى الحاجات بتاعتنا احنا. دي الحاجات دي قلة بتاعتنا الادب بقى. دي الحاجات بتاعتنا احنا. دي كرة كلب السافل. مش هتلاقيه. هو فين كابوس؟ كابوس بس هيمسك فيها. نو نو نو، يلا جوه بوكس بوكس. ايوه جدع. دي الحاجات اللي انا بحب ابقى ليه، لان انا برضو بحب عندي دوجو. فالكلاب دي الحاجات دي بتكبر البق، بتكبر الفك تمام. سعرها ايه دي؟ الكرة دي بتعمل 200، بس دي مش هتلاقيها عند حد اصلا. تمام. ده دريات دي ولا ايه؟ ده بقى المخزون بتاعنا اللي بنشتغل بيه طبعا، يعني اللي بينزل مثلا الشكاره اللي بتنزل مع الرف بتحط مكانها. تمام. طب احنا كده هنخش يا جماعه على ايه؟ هنبدا من هنا مثلا من نبدا في برفانات ومعطرات وحاجات من كده، صح كده؟ قول لي يا كبير، نبدا من فوق كده. هنا عندك ده شامبو، ده شامبو روسي هيلثي، ده شامبو الحشرات. تمام. طبعا انت راجل غاوي وعارف الكلام ده. تمام. اسعارهم واحده؟ ده الشامبو ده بيعمل 30، العادي بتاعه بيعمل 20. دي الاحجام الكبيره بتاعته بيعمل 50. تمام. ده شامبو دوتزي، حاجه محترمه قوي. ده بقى دراي شامبو، طبعا احنا ما بنحميش في الشتاء انت عارف. ده بقى بروايح، يعني في سكيب، في بطيخ، في منه روايح كتير. تمام. سعره ايه ده؟ ده بيعمل 25. تمام. دي بقى رف الكنزات والحاجات اللي هي قل حجمها بس زاد قيمتها. قول لي يا كبير، طمني. يعني عندك كل ده مستورد ما عدا التي دي والكاسيتا، دول بس اللي مصري. طب نبدا كده هنا الاسعار هنا ايه واحده واحده يعني في السريع. مثلا عندك البرودوج ده بيعمل 55. تمام. عندك السيمبا بيعمل 55. تمام. عندك الكاسيتا بتعمل 35. دي المصري؟ التي دي بيعمل 30. مصري برضه؟ عندك بقى الميجلول والموراندو كله 55. اسعار واحده؟ تمام. الباوتشات بقى. وده ايه ده؟ ده اكل برضه بس 100 جرام. طب وده يكفي قد ايه ده؟ يكفي القطه، يعني ما انت بتحط منه معلقه على الاكل اللي هو الطبيعي. اللي هو ممكن تحط له على اكل البيت. اللي هو ده برضه بيساعد معاك برضه في الموضوع ده، وبتشال بقيته في الثلاجه. تمام. سعره كام الكيس من جرام ده؟ الكيس من كل حاجه ليها سعرها، يعني عندك البروكات ده بيعمل 30، عندك الفريسكوس بيعمل 30، عندك الفليكس بيعمل 35. تمام. عندك بقى دي فيتامينات للكلاب، ده بتظبط الامعاء، تظبط اي حاجه جوه الكلب اكنك بتاكل رويال. بكام دي؟ ده برضو بروبلان. دي العلبه على بعض بتعمل 700. دي فيها 30 باكت، الباكت جرام. عندك دي فريسكس، دي الكنزه بتعمل 50. دي ايه ده؟ ده شامبو دي نقط للودان. ده سبراي للحشرات. ده دراي شامبو برضو. ده شامبو. ده بقى حاجات مضاد للخربشه وللفطريات، يعني عندك ده بتاع الخربشه. عندك ده اللي هو لو في اي فطريات في القط ولا في اي حاجه رش على الشعرايه. ده فوم، شامبو فوم. تمام. ما تقلقش منه خير، ما تقلقش. ما تقلقش. عندك ده بقى البارس بتاع الحشرات طبعا عارفه. تمام. سعره ايه دلوقتي؟ البارس الامبول بيعمل 35. تمام. عندك دي بودرة سفن صغيرة، اكياس مثلا بتنفع للعصافير، للحمام، للكلام ده كله. ده وزنه قد ايه كيس؟ دي اكياس صغيرة يعني على قد مرة. ده بكام دي؟ ده الكيس بيعمل 15. تمام. عندك بقى الكبيرة منه. دي امنة؟ طبعا السفين كله سيفتي. تمام. عندك دي السفين بقى ده بقى الكلب، الكلام ده حاجة كبيرة.
دي بذور الطاقه، العصافير وتمليح. مثلا ده وزنه قد ايه تقريبا ده؟ ده 5 كيلو تمليح. ده سعره ايه بقى؟ ده بيعمل 80. 80. في منه كيلو وده لب بيعمل 30. وده لا ده اكل. ده حاجه غريبه للقطط. دي زرعه لو اي قط مثلا مش حابب المكان، مش حابب يتجوز بقى، احط له منه شويه صغيرين مثلا على ظهر النتايه في المكان بتاعه، في البوكس بتاعه، في الرمله ما بيعملش فيها احط له شويه في الرمل تمام كده يعني. الكيس ده قد ايه؟ ده 100 جرام ده؟ ده اكياس بذور طاقه انا عاملها. ده 100 جرام؟ دي كيس كام؟ 100. ده الكيس بيعمل 20. بتاع العصافير العاديه. ده بلكم وفلارس وبذور طاقه بقى، وبذر شوفان وكتان، بذر جرجير. الدراي بقى اللي احنا جايبينه ده كله بقى يعني عندك ده دراي ميكس انا اللي بعمله. كل درايات المحل بتحط فيه بنسب معينه طبعا عشان املاح. تمام. وزنه قد ايه ده؟ ده 400 جرام. ده سعره ايه؟ ده سعره 20. ده انا يعتبر عامل بيه عرض يعني. حلو صح. المحل. حلو والله. غير كده بقى اي نوع لوحده 400 جرام بيعمل 25 ما عدا المصري طبعا. المصري بقى 400 جرام مثلا بيعمل له 20. مثلا الكيلو بتاعه بيتراوح من 45 ل 50. تمام. واحنا اللي هناك ده الابيض ده ايه؟ ده رمل خشب. رمل الخشب؟ ده للقطط برضه. ده لو حابب توفر بقى شكاير 15 كيلو بتتباع على بعض، كيلو على بعضه. مش حابب تشتري مثلا رمله ام 65 والكلام ده. سعره كام ده؟ ده الكيس بيعمل 10 كيلو. 10؟ شكار على بعض بتعمل 130 جنيه. طب اللي فوق ده مصطفى ايه؟ اللي فوق دول بقى اكياس كيلوهات كلها اللي على الرف هناك. اللي فوق خالص ده؟ اللي بينقص برضه من على الرف بنزوده. يعني ده اصلا كمان اللي بره اصلا؟ الكمالة اللي بره تمام. طيب احنا لو مشينا كده احنا كده دول ما جبناهمش صح؟ نجيب لك مثلا البيربو، اجيب لك الدراجو الكلاب ده. يعني ده ايه؟ دول احنا عديناهم بره. ابدا من اول الدراجو. تمام. ده 20 كيلو؟ يعني عندك الدراجو دي 20 كيلو بتعمل 750. عندك مستورد؟ لا دي مصري. مصري؟ عندك البتسيكو دي 20 كيلو. تمام. دي برضو بتعمل 700. دي مصري. دي مصري تمام. عندك الجزيرة دي طبعا دلوقتي مش عارف اقول لك بكام بصراحة. هنبقى نعرف. هي 18. هي كانت المفروض ب 700 جنيه. دلوقتي تقريبا عدت ال 2200 جنيه. 2200؟ انا بتقريبا. عندك دي فيتا ستار قطط 10 كيلو. عندك دي بتسيكو، ده بتسيكو جراوي 10 كيلو بيعمل 350. عندك الدراجو دي برضه شكاره محترمه جدا جدا، من اجود الدراجات المصري اللي الواحد اشتغل بيها بجد. سعرها ايه؟ دي بتعمل 750. عندك دي المانيلو 15 كيلو؟ بكام دي؟ لا دي سعرها دلوقتي مش مفهوم. بالظبط. خليها. ده دراجو كلاب. ده بوتشر كلاب. ده الشكاره بتعمل 720 كيلو. 20؟ تمام. ماشي. ده ايه بقى هنا؟ ده الرملات المصري بقى. تمام. اللي على قد الايد. بكام بقى؟ 20 25 30. يا رمله مصري دي يعني زي اللي احنا بنشوفها بيبنوا بيها البيوت والكلام ده؟ لا طبعا لا الموضوع بيبقى فيها ريحه بس طبعا مش نفس الكواليتي ومش نفس الامتصاص ومش نفس اي. دي بتترمي، التانية بتتكور على الحمام، بتشيله وترميه، بتبقى الرمله النظيفه زي ما هي. دي يوم بيوم بتترمي. ما ينفعش تبات يعني. بالظبط كده. تمام. بكام الكيس بتاعها؟ ده الكيس بتاعها مثلا 20 و25. وزنه قد ايه ده؟ وزنه 5 برضه. تمام. قول لي في حاجه ثانيه نوريها للناس؟ انت بقى تنورني المره الجايه ان شاء الله في المزرعه. ان شاء الله. اوريك حاجات بقى احسن من كده ان شاء الله. ان شاء الله. دي البضاعه، هوريك بقى حاجات بقى ان شاء الله تفيد الناس برضو، ونعرف نفيد الناس بيها في طريقتنا الحمد لله، في تربيتنا للحيوانات، في طريقه مراعيتنا ليهم، في طريقه الاكل، في طريقه الشرب، الحاجات المغذيه، الحاجات اللي ممكن اعملها معاهم. تمام. على قد ما نقدر نفيد الناس يعني. اخوك معاك حبيبي. واي حاجه قلت لك اي حد من طرفك عاملين له خصم 15%. الله يبارك لك. وده مكانك يا ابو كنزي. حبيبي ربنا يعزك. حبيبي يا غالي. احنا يا جماعه النهارده احنا في المحل لسه، ومصطفى لسه وان شاء الله بنظبط معاه على ان احنا المره الجايه ان شاء الله نروح المزرعه خاصه بالكلاب بقى، صح كده؟ كلاب وعصافير وبغبغانات برضه؟ طب خلاص احنا هنروح المره الجايه بقى المزرعه على طول ان شاء الله. احنا كنا رحنا الاول بس ماشي، احنا كده زنقناه في المحل هنا. حبيبي يا كبير. حبيبي تسلم. مكانك يا حبيبي. قول لي بقى انت الاقفاص دي اسعارها ايه؟ الثلاثه دول مثلا؟ ده المستوردين دول بقى اللي بقول لك عليهم. سال القفصين اللي فوقيك دول. هنا عندك ده القفص بيعمل 400. دي قفص مستورد. دول ايه بقى؟ نفس القصه.
انا يا جماعه انا قلت على الالفاظ دي بصراحه عشان انا عايز اجيب الوشين دول. عشان عايز اجيب الوش والله مش مركز معاهم انا. بقول لك هجمنا عليه في المحل. مكانك يا ابو كنز. حبيبي تسلم يا درش، ربنا يخليك. ربنا يخليك. احنا يا رب نكون عملنا حلقه تفيد الناس. احنا عايزين العنوان هنا كبير ورقم التليفون. هنا يا حاضر، عنوان هنا 5 شارع حسين ابراهيم من جمال عبد الناصر جسر السويس. تمام. رقم التليفون بقى 03 وحيد 853 7913. حبيبي يا درش. وطبعا انت هتوصل للناس بقى ان الشبكه هنا وحشه شويه، فاللي يعوزني يكلمني واتساب. لو الواتس هيبقى افضل. بالظبط برضه احنا كده. جايين برضه كنا معلش الدنيا معانا مش مظبطه. بنكلم بعض ماسنجر كاننا بنوفر المكالمه. حبيبي يا عم. حبيبي يا درش. حبيبي يا ابو كنز. تعبتك معايا يا كبير. ربنا يخليك، شرفت الدنيا يا ابو كنز. ربنا يخليك حبيبي يا عم. حبيبي يا معلم. كان معاكم ابو كنز على قناه مزايا، وكان معانا مصطفى فرنسا في مكانه محله افريكانو. يا عم. قلنا العنوان ورقم التليفون. ان شاء الله رب العالمين المره الجايه الحلقه الجايه هتبقى عنده في المزرعه. برضه هو بيقول لك المجموعه هناك الموضوع هناك كامل يعني، برضه كلاب بأمر الله. ومخزن المحل برضه يعني احنا كده كده المكان كامل. هتفرج على مكان هيعجبك بأمر ان شاء الله. الله رب العالمين. المره الجايه هناخد معانا فخر واحنا رايحين هناك عشان فخر ده علم معايا ان شاء الله. يا باشا انا بعته لك لحد البيت. حبيبي بعته لك لحد الله البيت. يبارك حبيبي يا ابو لك. كنز ربنا يخليك. تعبناك معانا حبيبي يا ابو كبير. كنز، ده انت شرفت الدنيا الله والله. يخليك. نورتني والله ربنا يخليك. حبيبي كان معاكم ابو كنز على قناه مزايا عند مصطفى فرنسا محل افريكانو. حبيبي يا باشا، وبنشكر الراجل المحترم اللي هو في تعب معانا ده. حبيبي يا عم انا خالد. مشقي معايا النهارده. ربنا يخليك. حبيبي يا ربنا كبير. يخليك. شكرا على المقابله الطيبه دي يا ربنا كبير. يخليك. ربنا يخليك يا عم. ماشي. سلام يا جماعه. سلام يا عم.